الرحمن الرحيم. نقف اليوم مساندة لعلي أنوزلان معتقل من أجل حرية الرأي، المتهم بتهمة تلفيقية كعادة المخزن بالإرهاب، وهو ضحية الإرهاب المخزني الذي يرفض كل الأقلام الحرة، كل الأصوات الحرة، يقمع كل صوت يهتف بحرية، يكشف عورات وسوءات التدبير المخزني لهذا الوطن الحبيب. نقف لنؤازر القلم الحر، لنؤازر الحرية، لنهتف في وجه الاستبداد. كفى من الاعتقالات. تحية نضالية عائلات المعتقل، تحية نضالية تحية المعتقل، وجاءت بالمشان من طبيعة النظام، هذا الفقر تهم محاكمات سوريا، محاكمات في المجان من طبيعة النظام، وهذا الفقر تهم محاكمات. طبعا انا الموقف ديالنا ماشي اول مره كنقولها، انا كنقول سميتو الاعتقال ديال علي انوزلا. كما باش هذا السؤال هذا كيقتضي اولا نرجعوا للسياق. الاعتقال ديال علي انوزلا كان اعتقال تحكمي واعتقال تعسفي، ما مبنيش على شي اساس قانوني، بالعكس كان اعتقال ظالم وجائر، لانه السيد يعني علي انوزلا لم يقم اكثر من عمله. يعني نقل الاخبار، مهمه الصحفي هو ينقل الاخبار وما يحاك وما يدور في المحيط ديال الصحفي. يعني علي انوزلا يعني بالنسبه لنا ما دارش حاجه اكثر من خدمته، وبالتالي هذا الاعتقال ديالو كنعتبروه اعتقال ظالم وجائر، وما يمكننا الا نستمروا في النضال، وما يمكننا الا نستمروا في المطالبه بالافراج ديالو. في هذا السياق هذا كتجي المشاركه ديالنا في هذه الوقفه هذه، واللي غتكون مشاركه ايضا في جميع الوقفات، وربما حتى اي خطوه اخرى نضاليه من اجل الافراج على علي انوزلا. لان كما قلت لك الاعتقال ديال علي انوزلا ماشي اعتقال غير علي انوزلا، في الحقيقه هذا هو علي انوزلا فقط عنوان لموجه ديال الرده وديال الاستبداد وديال الاعتداء. راه الخطير والخطير جدا، والخطير جدا هو ان الناس لا ينتبهون. الى لاحظتي كل ما جيء به الربيع العربي الان يحاولون اجتثاثه، يحاولون يعني بالضروره اعاده الناس الى مرحله ما قبل يعني المرحله ديال البوعزيزي. هذا هو السياق العام، هي رساله لكل لا صحفي الاحرار ولا الحقوقيين ولا الجمعيات المناهضه. هناك رغبه من طرف الجهات المتحكمه والجهات التي تمتلك ادوات السلطه في انها تعيد الامور الى مجراها الاول، بمعنى ادوات ديال التحكم. هما ما قبلوش، كيعتبروا موقع لكم هو واحد الموقع اللي جا في سياق الرياح العربي، والموقع لكم لعب دورا رياديا في اطار المساهمه ديالو في ذاك الرياح يعني في دعم كل ما جاء به الربيع العربي. وبالتالي هما بالنسبه لهم الشارع سكن. هذه مرحله ديال الاجتثاث ديال الربيع العربي. ثانيا وكاين نقاط اخرى اللي مهمه، مثلا هو ان موقع لكم معروف انه موقع حيادي، يعني ينشر الاحداث والواقع بحياد. الان كما شفتوا الان الوضع في الصحراء مثلا معقد، ربما موقع لكم كيبان لهم هو الموقع اللي ممكن ينشر الحقائق، ماشي بانتصار طرف على طرف. مع عمر موقع لكم ما كاين كينتصر لا المغرب ولا البوليزاريو، هو كيدير مهمته. وبالتالي ربما الجهات المسؤوله في المغرب كتعتبر بان الوضع معقد وكاين مصاعب جايه في الطريق، وبالتالي كل موقع مزعج باغي جميع المواقع يكونوا ديال كما تنقولوا اسمح لي هذا المصطلح ديال يطبلون الجهه الرسميه. الشفاره رقيتوهم، الشفاره رقيتوهم، والمناصب عطيتوهم، والمناصب